مصر هتاخد كاس العالم. طبعا يا محترم انت بتقول عليا دلوقتي ان انا بهزر معاك. مين المنتخب اللي ممكن ياخد كاس العالم؟ طبعا هتعدي لي حوالي 5-6 منتخبات وتوزع ال100% عليهم بالتساوي، زي مثلا هتقول لي البرازيل او المانيا او فرنسا او الارجنتين او البرتغال، وكل واحد مش هيزود عن 5-6 منتخبات. هو ده اللي احتمال ياخد كاس العالم. رياضيات اي منتخب شارك في البطوله احتمال انه ياخد كاس العالم، والمنتخب الوحيد اللي مستحيل انه ياخد كاس العالم هو المنتخب اللي ما شاركش في البطوله اصلا، عشان اي منتخب شارك في البطوله ليه احتمال، ولو الاحتمال ده جزء من 1/100%، بس في احتمال انه ياخد كاس العالم. لو لسه مش مصدقني تعال اقول لك على احصائيات محدش كان مصدقها غير الرياضيات. تعال نرجع مع بعض كده زي ما احنا متعودين لسنه 1954. كان في منتخب مستحيل انه ياخد كاس العالم. المنتخب ده قابل المجر في المجموعات والمجر فازت عليه بكل سهوله 8-3، والمفاجاه ان هم وصلوا للنهائي هم الاثنين. فكل الناس وكل المشاهدين قال لك ان المجر هي بطلة كاس العالم، لدرجه ان جماهير المجر احتفلت بكاس العالم. بس في مونديال 1954 كان البطل الغير متوقع المانيا، وفازت على المجر ساعتها 3-2. وعشان انتوا حبايبي فهقول لكم كمان شويه احصائيات كده. لك ان تتخيل يا محترم ان لاعب واحد سجل 13 هدف في بطوله واحده بس في كاس العالم. اللاعب ده هو جاستن فونتين، اللاعب الفرنسي، سنة 1958. أما أصغر لاعب شارك في تاريخ كأس العالم كان الإيرلندي الشمالي نورمان وايتسايد، وده اللي كسر الرقم القياسي بتاع بيليه، وكان سنه 17 سنة و41 يوم. أما أكبر لاعب في تاريخ كأس العالم فهو طبعا الأسطورة اللي احنا كلنا عارفينه عصام الحضري، وده كان في بطولة 2018 وكان عمره ساعتها 45 سنة و16 يوم. بس استنى يا محترم، لو نورمان قدر يكسر الرقم القياسي لبيليه كأصغر لاعب شارك في البطولة، فمحدش حتى الآن قدر يكسر الرقم القياسي الثاني لبيليه كأصغر لاعب سجل في المونديال سنة 1958 وهو عنده 17 سنة و23 يوم. ده غير طبعا ان بيليه هو اللاعب الوحيد اللي خد 3 كاس عالم. طبعا انت هتقول لي دلوقتي انت جبت اصغر لاعب سجل في البطولة، طب مين اكبر لاعب سجل في بطولة كاس العالم؟ اكبر لاعب سجل في البطولة هو اللاعب الافريقي الكاميروني روجيه ميلا، وهو عنده 42 سنه و39 يوم في مونديال 1994. اما اصغر مدرب في التاريخ فهو خوان خوسيه، وهو اصغر مدرب في تاريخ البطوله وهو عنده 27 سنه و67 يوم بس، يعني اصغر من الناشئ محمد هاني مونديال 1930. لك ان تتخيل ان اللاعب الروسي اولينج سالينكو سجل 5 اهداف في ماتش واحد بس قصاد الكاميرون في مونديال 1994. اما اكبر نتيجه في تاريخ كاس العالم لما المجر فازت على السلفادور بنتيجة 10-1 في مونديال 1982. خلي بالكم تاني اكبر بطولة برضو المجر كانت فازة 9، واسرع هدف اتسجل في تاريخ البطولة كان بعد 11 ثانية بس من اللاعب التركي هاكان شكور. بس ازاي مستر تقول ارقام قياسية لكرة قدم وما تقولش فيها رونالدو وميسي؟ عيب عليك، دي تروح عليا برضه. ده مسك الختام. كريستيانو رونالدو هو اللاعب الوحيد اللي سجل في 5 نسخ مختلفة من كاس العالم، وعنده فرصة كبيرة جدا ان هي تكون النسخة السادسة. اما ميسي هو اللاعب الوحيد برضه اللي صنع في 5 نسخ مختلفه من كاس العالم، واعتقد ان هي هتبقى النسخه السادسه من كاس العالم. اما سؤال النهارده بقى محترم اللي سيبه لك، تتوقع مين هياخد كاس العالم السنه دي؟ مصر ولا السعوديه؟ مين؟ وده كان في حب الرضا. انا احمد سيد عايز اجيب اسم دونجا. دونجا مين يا جدعان؟ وده كان في حب الوطن. السلام عليكم.